السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم البنات؟ وش راكم الأحباب؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم رجعت للقناة وقررت نبدأ بأول فيديو اللي هي شوربة فريك. الشوربة اللي ما نتخلوش عليها إطلاقا في رمضان. احنا ناس الشرق، ناس الصحراء، والله نقولوا له جاري ثاني، كاين اللي يقولوا جاري، كاين اللي يقولوا شوربة فريك. نبداو على بركة الله. شوفوا، نجيبوا البرمة نتاعنا، نحطوا نشعلوا عليها ونديروا شويه زيت ولا سمن، كما نقولوا زيت ولا زيت وسمن. نرحوا البصل ولا وطماطم كعب، نرحوهم ونبقاو نقلوا فيهم شويه. هيا ونزيدوا اللحم نتاعي ولا الدجاج. صدرت هي محسوبه تجيب صدر تاع الدجاج تجي تاني مليحه، بصح في رمضان ما نتخلوش على اللحم. طبعا اللي يقدر يشريه. نزيد نقطع شويه دبشه وشويه كرافس، نلوحهم في البرمه، النعناع، ونزيد شويه فلفل اكحل، شويه كزبر، شويه فلفل احمر. وليكم تشوفوا فيه هذاك او الثوم، ثوم غبر، كما نقولوا هي ثوم غبره. كنت خدمته قبل، اليوم ما حنزيد ندير لكم عليها فيديو. اللي ما عندهاش ثوم غبره تقدر دير ثوم عادي ونقلو مليح. وثاني نقدروا نتخلو تماما على الثوم. نملحوا البرمه نتاعنا ونبقاو نقلو مليح مليح في البرمه نتاعنا. وبعدين نمرقها. استغفر الله يا ربي، ما ننساوش طماطم مرحيه، طماطم لباط. انا نخدم بعمور ولا كاب، هي اغلبيتها عمور، تجي ما شاء الله حمراء وما تكتريش منها. بس اما الماكله ما تجيكش حامضه، بصح كي ما يعودش كما نقولوا عندي عمور وما نلقاهاش في السوق، نشري كاب. نمرق البرمه تاعي بشويه ما سخون ونقفل عليها حتى يعود على نص طياب اللحم. بعدين نغسل الفريك نتاعي ونلوحو في البرمه، نزيد لها الماء، نخليها تطيب. هو يطيب الفريك نتاعي، انا نزيد له شويه دبشه وشويه نعناع وقرون تاع فلفل حار ونطفي عليها. انا لهنا البارتي تاع الفلفل والدبشه ولا هذاك تفاصالي. اذا ما تنسوهاش هذه المرحله فقط. ننصحكم جربوا هذه الطريقة ورجعوا لي بالخبر. والله ما شاء الله تجي شوربة عسل عسل. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتبارطاجي وتخليوا لي كومنتير. إلى اللقاء.